السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. تعالى نعمل مع بعض شوية البيتي فور التحفة دولت، بجد حلوين جدا. النعومية بتاعتهم حاجة كده تفتح النفس، بجد حلوين. بصوا دايب دوبان، يعني نعومة وقوام ولون وسوا وكل حاجة فيه النهاردة ما شاء الله الله أكبر، كانت حلوة جدا جدا. مكوناتنا سهلة وبسيطة جدا جدا، مش هتاخد معانا وقت. امشي معايا على الخطوات هتاخدي كل حاجة ان شاء الله احلى نتيجة ليها، ان كان الكحك او البسكوت او البيتي فور. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ مع بعض. بسم الله. معايا هنا 650 جرام من السمنة. انا عاملاه بسمنة مش عاملاه بزبدة، وعايزة اقول لكم نتيجة السمنة احلى من نتيجة الزبدة كتير جدا جدا. ومعايا ربع سكر بودرة، ومعايا 3 حبات من البيض، ومعايا الفانيليا. تمام، هنزل كده بربع، يعني هو كيلو دي بياخد ربع كيلو من السكر البودرة، اللي هي كوباية اللي هو المج دوت، ومعلقتين زيادة عليه بس. تمام كده لو انت هتعاير بالمج يعني. وطبعا بدوب كده السكر كده مع السمنة، وبضرب كده كويس جدا جدا جدا. عايزة الخليط بتاعي يبقى قوامه كريمي حلو كده، يطلع معايا حاجة تفتح النفس، حاجة مظبوطة، عشان خاطر يديني قوام حلو في البيتيفور، وما يخليش البيتيفورية معايا ناشفة او قوامها مش حلو. لازم نضرب الخليط كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. كان لونه ايه ودلوقتي بقى لونه ايه. طالما انت بتضربيه كويس وبتخدميه هتطلع معاكي النتيجة هايلة جدا جدا. طبعا معانا هنا البيض. هنحط عليه كده ايه شوية من الفانيليا، نطرة صغيرة كده. تمام. وهنزل برضو ببيضة بيضة، بحيث ان احنا يعني نزود كمية الخفق في الخليط، عشان خاطر ما يعني كل ما تزودي كل ما يديك قوام احلى. فعشان كده بننزل ببيضة بيضة، ندوب البيضة ونرجع تاني ناخد البيضة التانية. يدينا كل مدى بيدينا القوام احلى واحلى. هنخفق فيه كده وننزل ال3 بيضات لحد ما يدينا بقى ايه القوام كده الحلو المظبوط معانا. كده حطيت ال3 بيضات كده معايا، يعني بيضة في بيضة. وبعد كده خلاص بقى يعني بضرب فيه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، قوام الخليط بقى حلو. تشيلي كده المضرب اكنك كريم شانتيه كده يعني من تقله ما شاء الله وجماله. معايا هنا كيلو دقيق، ومعايا معلقة من البيكنج باودر. تمام، هنقلب كده البيكنج باودر وذرة من الملح، ذرة صغيرة تمام كده عليه. ونقلب بقى كويس كل دوت كده في بعضه، عشان خاطر ما يبقاش في جزء فيه بيكنج باودر وجزء ما فيهوش. تمام. والخليط بتاعنا يعني ايه هنبدأ ان احنا بقى نحط عليه، او انت تنقليه حسب الحاجة اللي انت بتعملي فيها. هحط كده ايه دي واحدة واحدة كده هنا معايا، وابدأ ان انا ايه اقلب، يعني كل ما احط وهقلب. وهشيل كده المضرب البيض لحد ما اوريكم قوام العجينة بتاعتي اهيت. بصوا جميلة جدا، ملمسها حلو قوي، يعني عايزه اقول لكم مظبوطه ما شاء الله معايا على الشعر. حطيت كده ايه جزء كده في المكنه، وهبدا ان انا اقطع واوريكم الاشكال. بص اهيت طالعه حلوه جدا جدا، بتخش الفرن بتطلع قوامها حلو ومظبوطه، لا بتفرش منك ولا بتنفش ولا اي حاجه خالص. كده قطعت الصاج دوت هندخله الفرن ونشوف السوا. ومعايا اخدت حته يعني قطع صغيره مش كتيره، وحطيت عليها معلقه من الكاكاو. الكاكاو اللي هو الخام اللي هو مش محلى. قلبتها كويس وحطيت معاها نص معلقه من السمنه، عشان طبعا ما تخليش العجينه ناشفه معايا. المفروض كنت ايه فصلتها في الاول كده. بعد ما خلصت بقى التسويه وطلع معايا البيتي فور، شايفين لونه وشايفين سواه جميل جدا. السوا بتاعه تحفه، ولونه حلو وما شاء الله ناعم، نعميه حاجه كده تفتح النفس. تمام. هنجيب بقى معانا المربى عشان احنا نرزقه، يعني دي مربى مشمش. بتجيبي المربى اللي هي ما فيهاش تكتلات عشان ما تضايقكيش في الحشو. تمام. هنحط كده على بين الطبقات كده، واخد يعني نحط كده ايه قطعة بين الطبقات، يعني اهي بصي نوزعها بالشكل دوت، ونيجي حاطينها اهي بالشكل ده كده. وبعد كده بنرصوها، اهي بترصيها لحد ما تكملي الكمية بتاعتك.
وبعد كده بتشكلي التشكيله اللي انت عايزاها. تمام، هنحط كده، هنكمل كده الكميه داخلين طالعين عادي خالص. تمام كده خلاص، هشكل الكميه كلها. وبعد ما شكلتها هنا معايا الشوكولاته ديت قطع والفارماسيه وشويه من الحليب صغيرين. الشوكولاته دي بتتباع كده ايه، قطع كده عند عندي الحلواني، عندي العطاره كده هتلاقيها. تمام، حطيتها في الميكروويف وعملتها وشكلت شويه. وبرضو هوريكم انا كل ده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هي تقيله ما شاء الله معايا وقوامها كان حلو. انا حطيت عليها ربع فنجان من الحليب او ربع كوبايه، ودخلتها الميكروويف ساحت وطلعتها. بشكل بيها كده حلوه جدا جدا، مظبوطه معايا اهي. بصوا شكلها جميل جدا، والبيتفورايه بتاعتي طالعه ما شاء الله مظبوطه وقوامها حلو. جربوا الطريقه دي وجربوا المقادير، ناعم جدا حلو جدا. وفي نفس الوقت بيتفور اللي هيدوق عندك بجد مش هينساه. يا رب الفيديو يعجبكم كده وتجربوا طريقتي في الكحك والبسكوت والبيتي فور. وان شاء الله بقية سلسلة حاجة العيد ان شاء الله نزلكم باذن الله. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وتعدوا لها بخير وتعملوا حاجات احلى واحلى. وانتوا شطار وبتعملوا احلى واحلى، بس احنا بنشارك مع بعض الحاجة اللي احنا بنعملها. كل سنة وانتم طيبين، فرحة العيد بقى. يا رب الفيديو يعجبكم، واستنوني الفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.